حريف قوي وسموه ملك النص. قعدت معاه كتير واتقابلنا تقريبا بشكل شبه يومي في استاد النيل. بس النهارده اكتشفت انه راجل شديد الدقه. 6:30 بالدقيقه زي ما قال لي في التليفون، هينزل من البيت الساعه 6. 6:30 هيبقى عندي. والكابتن ناصر صادق قصادي. 6:30 كان باب الاستوديو بيتفتح والكابتن فاروق جعفر بيقعد. ده اكتشاف النهارده يا كابتن فاروق، اهلا بيك الاول. ازيك يا خلود؟ ازاي انت؟ والله وحشني، بقالنا طبعا فتره طويله ما تقابلناش، انما انا بقول لك على قصه المواعيد دي. لا عبقري. ما طول عمرنا، ما احنا مع بعض طول لا عمرنا. انت ما كنتش متاخر طبعا، انما ابص خالص. على الدقه انه 6:30 هبقى عندك، يعني 6:30. عشان الناس هتشوفنا بقى طبعا، فالواحد يحترم ان الميعاد عشان الناس اللي هتقعد تتفرج علينا او هتشوفنا او عايزه تسمعنا. مشرفني ومنورني. ربنا يخليك حبيبي. نشوف التقييم ده للكابتن فاروق. هل كان إلغاء الدوري طوق نجاة لفريق طلائع الجيش؟ وهل كان ينوي الاستمرار مع الفريق في حالة استمرار الدوري؟ وما سبب تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي؟ لماذا وافق على رحيل نجم الفريق بابا أركو؟ ولماذا رفض التفريط في أيمن حفني؟ ما رأيه في إلغاء المسابقة؟ وهل يؤيد قرار إقامة الدورة التنشيطية مع هبوط المصري أم بقائه في الدوري الممتاز؟ وما تقييمه لتجربة باب برادلي مع المنتخب حتى الآن؟ كيف يرى مستقبل الأندية المصرية في بطولات إفريقيا؟ ملك خط النص فاروق جعفر، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، ضيف أول الصف. كابتن فاروق، احنا فين دلوقتي؟ الكوره فين دلوقتي؟ حوالنا فين؟ وصلنا لحد فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكورة زي كل حاجة في البلد، يعني يمكن كانت الرياضة الحاجة الوحيدة اللي شغلة الناس، لكن دخلت في منظومة احنا مش عارفين رايحين فين، احنا مش شايفين قدام شكله ايه، نسينا اللي ورا. فاحنا كنا نفسنا للي قدام يبقى في ضوء كده ولا علامة بتقول لنا احنا رايحين فين. فمن ضمن المشاكل الكتير قوي اللي مش شايفين احنا رايحين فيه دخلت الرياضة فيها، وده للأسف شيء خطير جدا. ان كانت الرياضة والكورة خصوصا مخرج للناس، مخرج للشعب، حلاوة الدنيا بيلاقوها، مشاكلهم بيحلوها، وقت عشان يضيع بيقعد يتفرج على الكورة، عشان يعيش في امال فرقته هتكسب، يحضر نفسه عشان يروح ملعب، يحضر نفسه بعد المباراة هيقعد على القهوة مع اصحابه ولا هيخرج. الحاجات دي كلها بعد مباراة الاهلي والمصري شفنا حاجة عتمة خدت الكرة معاها، يعني كأنك سيول ماشية قاعدة تاخد كل اللي قدامها، إلا كانت الكرة عالية شوية فالسيول مش عارفة تطولها، لكن في النهاية السيل طال الكرة فخدها كمان معاها. هي دي المشكلة الحقيقية اللي موجودة في مصر. لكن المشكلة الأخطر، أنت عايز تطلع من المشكلة دي، هتطلع إزاي؟ أنا مش شايف أي بوادر بتقول من أكبر مسؤول لأقل مسؤول إن في بوادر بتقول إن ممكن في امل ان الكره ترجع بشكل محترم، شكل منظم. الناس خدت درس، لازم نبقى واثقين ان الناس خدت درس. بعد احداث بورسعيد الناس خدت درس، جمهور بورسعيد خد درس، جمهور الاهلي خد درس، جمهور الزمالك خد، كل المسؤولين، الشرطه، كل الناس خدت درس. طب ما نرجع نجرب تاني. هو واحد سقط في ثانويه عامه ولا في اعداديه ولا في الجامعه مش هيعيد السنه؟ لازم يعيد السنه عشان يعدي. لكن مش معنى ان هو يسقط يعني يتذبح. ايوه. فاحنا مش عايزين نذبح الكوره ولا عايزين نذبح الرياضه. لو ذبحنا الكوره ولا الرياضه هنخلق جيل جديد اسمه البلطجه والصياعه والشارع والخناقات والمشاكل والسرقه وتهديد وعدم الامن لو اهملنا الكوره والرياضه. ان كنا زمان عندنا في منظومه يقول لك الروح الرياضيه، انت بتلعب الكوره عشان فيها خاسر وكسبان. كان شعارات بتتقال، الشعارات دي كانت بتهدي الناس، بتهدي النفوس. دلوقتي انا في اعتقادي اللي احنا شايفينه قدام احنا في ايدينا ننوره وفي ايدينا نخليه زي ما هو كده مش باين، ويمكن يروح لأسوأ كمان. يعني نقدر ننوره او انما نسيبه يروح لأسوأ. بالظبط. انا بس من بين كلامك في جزئيه واضح انها مهمه قوي، بس عايز استوضحها. انت عينيك قاريه ايه في صنع القرار؟ انا حاسس انك انت يعني
حاسس ان المواضيع ما بتتعالجش كما تشعر او زي ما انت تحس ان هي لازم تتعالج بجديه، يمكن باهتمام بعمق. حاسس بايه؟ الكوره برواز، الكوره برواز اقوى من السياسه واقوى من الاقتصاد. برواز، بتبروز نفسك. يعني لعيب الكوره هو النجم، اللي بيشتغل في كوره نجم، المذيع بتاع الكوره نجم، المعلق نجم. الناس بتوع السياسه بتوع الاقتصاد وبتوع الداخليه وبتوع كله راح داخل في البرواز بتاع الكوره. فما دخل البرواز بتاع الكوره الدنيا اتزحمت، ما بقتش باين مين بتاع الكوره، مين بتاع السياسه، مين لجنه قص الحقائق، مين النيابه العامه، مين الداخليه، مين البلطجيه اللي عملوا كده، مين اللي عمل المشكله. انت لغايه دلوقتي ماسك 4 55 56 100 مش عارف وكم ماسكهم، بتقول دولت المتهمين. هي المشكله الحقيقيه ان المصري فاهم ان هو عارف كل حاجه طبعا. فاهم، او دي مشكله، هي دي المشكله الحقيقيه، ان احنا كلنا فورياجيه، كلنا فاهمين ان احنا عارفين كل حاجه. صح. غلط يعني يمكن انا وانت عايشين الكلام ده. المصري فاهم ان هو فاهم كل حاجه. لا يا جماعه، لا، نقف لغايه هنا، كل واحد يبقى عارف حدود. احنا بنقول حاربنا عشان الحريه، حاربنا عشان الثوره، حاربنا عشان الفساد، حاربنا عشان نعيش حياه ديمقراطيه. طب ما تدونا بقى المساحه، انتوا مش عملتوا كده ووصلتوا كده، خدوا المساحه بقى ان انتوا تعيشوا، خدوا نفسكم عشان تعيشوا. لكن انت مش ممكن تطلب الحريه وتطلب بالعداله الاجتماعيه وتطلب ان انت قضيت على الفساد وتطلب كل ده، وفي نفس الوقت عايز كمان تقوم داخل في الكوره وفي الرياضه وعايز تبروز نفسك وعايز تبقى نجم على حساب حاجات كتير قوي. لا يا جماعه، ما ينفعش. لازم اخد وقت من راحه، اخد نفسي، وبعد كده لو في كوره نبتدي. احنا مشينا، يمكن انا في خطأ كبير حصل. يعني انا ليا وجهة نظر في الكوره، وانا يمكن انا يعني انا بشوف كويس يعني. اكيد مفيش كلام. يعني اكبر خطأ حصل هو اقالة اتحاد الكوره واقالة رئيس او مدير امن بورسعيد. النهارده طب الاولانيه ممكن تفهم في اطار انه بقالنا حاجه و40 يوم ومفيش حد اخد ياخد قرار، انا ممكن اتقبل الاولانيه. لا، طب نرجع نقول ليه. طب سبب الاقاله ايه؟ طالما شلت مجلس اداره الاتحاد، انت مش لاقي مين. طب الجاني مين؟ ما انا متفق معاك في دي. الجاني مين؟ خلاص انت برأت الناس دي، وهي اللي بتنظم اللعبه، وهي اللي بتشرف على اللعبه، وهي اللي بتامن اللعيبه، وهي بتامن الحكام، وتقول سعه الاستاد ده قد ايه، وبتبتدي اتصالات الشرطه مش عن طريق الانديه، عن طريق اتحاد الكوره. عشان انا راجل في نفس الفيلد، بشتغل في نفس المجال. الاتصالات بتبقى عن طريق الانديه، تامين اللعيبه عن طريق الانديه، الاستلام من الاسماعيليه لبورسعيد من الداخليه عن طريق الاتحاد الكوره. كل الكلام ده كل ده عن طريق اتحاد الكوره. النهارده رحت انت جاي في لحظه غضب رحت شايل اتحاد الكوره ده، انت شلت الجاني. المتهم الحقيقي في الواقع هو اتحاد الكوره المنظم للعبه. يعني انت النهارده انا وانت قاعدين في الاستوديو، واللي بيدير العمليه دي كلها المخرج، فالحلقه باظت، فانت جيت تقول ايه ده؟ الولد ده اللي كان بيمسح هنا هو المسؤول، الولد اللي كان بيعمل الديكور هو المسؤول، وسبت الراس اللي عامله المشكله. روح المخرج روح وانت قلت له روح بقى. قال لك الحمد لله يا عم. صح. فلات. هي دي مشكله حقيقيه الناس مش شايفاها بقى. يعني لازم من اتحاد الكوره لازم يعرف، لو اتحاد الكوره قاعد هتعرف تجيب يعني على الاقل هتقدر تعرف الخيوط اللي توصلك. نرجع لتاني حاجه، مدير الامن. النهارده مدير الامن، الولاد اللي كانوا معاه او الضباط اللي كانوا موجودين معاه في المكتب قالوا له احنا قلنا اهميه مباراه الاهلي والمصري، واحنا عارفين في احتقان دايما بين الاهلي والمصري. وانا اشتغلت في المصري 3 مرات في بورسعيد شعب انا من وجهه نظري بعيد عن كل البعد عن اللي بيحصل. أكيد. انا ولا مع الفرغالي ولا مع أكيد. اكرم الشعب ولا اعرفهم شخصيا، يعني ما اعرفهمش. لازم نفصل ما بين ماتش كوره وبلد بالكامل، وانا ما اعرفهمش. يعني انا بتكلم اقول لوجه الله، يعني انا لا اعرف اكرم الشاعر ده مين اكرم الشاعر، ولا اعرف الفرغالي، الا كنت اعرف ان الراجل اشتراكي وليه وجهات نظر، لكن ما اعرفوش شخصيا. لكن انا اشتغلت في بورسعيد 3 مرات. بورسعيد شعب بيعشق الكوره، يحب الكوره جدا، يحب المصري، بعض المصري بيحب الزمالك، ما بيحبش النادي الاهلي. خلينا نتكلم بواقعيه. ما انت بتوصف واقع، انت بتتكلم على اللي تعرفه. تمام. امنيه بورسعيد ان تكسب النادي الاهلي دايما. دي امنيه، مش عايز اي بطوله، مش ينزل النادي المصري، لكن يكسب النادي الاهلي. حصل الانجاز وكسب النادي الاهلي، لكن الانجاز زاد بقى، والخط يعني انت هتمشي 100 كيلو بدل ما تمشي 100 كيلو مشيت 150 كيلو بالمشكله اللي حصلت بعد 90 دقيقه.
او الوانس ان ال 90 دقيقه خلصوا، او اول ما ال 90 دقيقه خلصوا انت فوجئت بعناصر جديده خالص بدات تدخل تنزل مع حاجه جديده على المصري. الناس اللي بتقول المصري، انا ولا بدافع عن المصري ولا ليا دعوه بالنادي المصري. الناس العناصر اللي نزلت الملعب، انا اشتغلت في المصري 94 98 2006 اشتغلت في المصري. عمري ما شفت جماهير المصري نزلت الملعب. كويس؟ المصري هناك الشعب البورسعيدي هي اكبر بلد فيها امن وضغط على الشعب في بورسعيد، ان دي منطقه حره ما بتقدرش تخش وتخرج الا بتتفتش وانت داخل وتفتش وانت خارج. انت تعرف كده؟ بورسعيد منطقه حره ما بتخشهاش. ده خبره الواحد دي من الثمانينات، فمش قادر احكم من اذا كان المساله دي لغايه دلوقتي. يعني رحنا في الثمانينات. يعني انا دلوقتي لو انت خارج بالعربيه لازم تعدي على الجمرك، عشان لو في وتعدي على كمين بتاع شرطه، لإلا مش هتعرف تخرج، وانت داخل بتعدي على كمين شرطه. حتى في المنافذ الاخرى يعني قطر كله بيتفتش، كله بيتفتش. منطقه حره، الناس بتروح تشتري حاجات وبتاع، عشان اللي هيدفع جمرك اللي بيهرب حاجه بتاع يتمسك. فاذا المنطقه محاصره. لكن ارجع للموضوع. الموضوع في حد شايف احنا حاجه مش شايفينها، في ناس عايزه توقع مواضيع معينه او بتسعى لحاجه معينه احنا مش شايفينها، هم خدوا فيها. يعني انت لما بتقول لي مدير الامن، انا من وجهه نظري مدير الامن هو المسؤول المسؤوليه الامنيه رقم واحد، وليس المحافظ. المحافظ ماله؟ المسؤول ما انت جاي ضيف عند المحافظ، لكن اللي بيدير البلد امنيا مدير الامن. مدير الامن اللي انا سمعته ان هو ما عندوش فكره عن مباراه، ان في مباراه. هو قال ما عنديش فكره اهميه مباراه الاهلي بس اظن معلومه صعبه يا كابتن فهمي. غلط صعب. غلط. لا صعب. يعني يعني النهارده ده الواحد لو في فرح ورا البيت بيبقى عارف ان في فرح العيدي ولا طبعا. وانت ما بتقدرش تعمل حاجه غير ما تاخد اذن بالشرطه يعني تقصد ايه؟ يعني الواحد وهو قاعد في بيته ولو في فرح بيتعمل بتبقى عارف ان في فرح عند ناس بكره بعد الظهر. بالظبط. فما بالنا بانه انا مسؤول والموضوع فيه شق امني واقول انا مش عارف ان في مباراه. بالمناسبه الرد ده اكثر ادانه من لو اقول انا عارف. بالظبط. ما يقول انا عارف، وايه المشكله يعني وانا اخطات واتحاسب؟ لا يعني الرد نفسه اني ما اعرفش ده ادانه اكبر. بالظبط. لو نعلم. بالظبط. يبقى بص هقول لك حاجه بالبلدي كده، يبقى الحته دي مش بتاعته، الحته دي كبيره عليه. يا عم اللي بتشوف حد اكبر منه كان مسك الحته دي، ودي مسؤوليه الداخليه ان حد اكبر منه. وفي محافظات عايزه مديري امن بيكونوا في البحث الجنائي متمرمطين، يعني يعرف يفرز الناس، يعرف يقرا الناس، يعرف المشاكل بتحصل منين، يعرف يبقى قاري الناس، وفي نفس التوقيت بيعرف يتعامل مع الناس. يعني ده يبقى قوي جدا والناس في حضنه. ده مدير الامن الناجح. المهم ان البورسعيد حصلت المشكله دي، رحت انت شايل اتحاد الكوره وشايل مدير الامن. طب خلاص انت برأت اللي مش برأته، حتى لو هم فيهم عقاب. اتحاد الكوره دلوقتي ما عندوش اي عقاب. اتحاد الكوره كل ما هتكلمه هيجري على الفيفا بقى، خلاص هو معاه المفتاح اللي يخوفك بيه. يعني انت دلوقتي هو عنده الحمى بتاعه، كل ما هتقول له حاجه يقول لك الفيفا عايزين نرجع، يهددك. في لحظه تلاقي عماد البناني ده يقوم مستخبي والناس المسؤوله تستخبى ان الفيفا هيهددنا ويوقفنا كانديه وكدوله في البطولات الافريقيه. خلاص. فانت دلوقتي اتحاد الكوره عرف يامن نفسه. ان ده هنا نقول ولازم نعترف ان القرار خطا. اقاله اتحاد الكوره قرار خطا. احنا ما نتبسطش ان هم مشوا، لا كان هم لازم يتحاسبوا. نرجع تاني الداخليه، اقاله وزير الداخليه خطا. مدير الامن. مدير الامن وزير الداخليه كان لازم جابه وعاقبه وحاسبه وعرف ايه الموضوع ماشي ازاي. انا النهارده ما اجيش ماتش اتحاد اسكندريه يبقى فيه 5000 واحد في الملعب، وماتش النادي الاهلي يبقى فيه 1000 واحد في الملعب. ما هو طبعا النيابه بتاخد الاجراء ده بعيدا عن اذا كان في ممكن يجرى تحقيق داخلي داخل وزاره الداخليه، انما النيابه بتاخد الاجراء ده مع مجموعه كلها من مدير الامن لمدير المباحث الجنائيه وهكذا الى جانب مجموعه وده يا خالد ده اللي يخلينا نقول ايه، بلاش بقى نقعد نتكلم في الموضوع ده كتير. يعني انا يمكن تدخلت انا واقتحمت الموضوع، بلاش نتكلم في الموضوع ده. يعني في الشق الجنائي ده لازم يمشي وياخد وقته، ولازم ياخد وقته، يعني لازم ياخد وقته في القبض على الناس وتاخد وقتها. طب احنا في الجزء الرياضي بتاعنا بقى الامور ماشيه صح؟ لا. هل القرارات اللي اتخذت في تعويض البديل كفتره انتقاليه، دوره تنشيطيه وكاس مصر ونستنى ل 24 اغسطس نبدا موسم، هل المعالجه دي كلها صح؟ غلط. ليه؟ اولا من هو الذي يدير اتحاد الكوره دلوقتي؟ قول لي. اللجنه برئاسه مين اللجنه دي؟ الكابتن انور صالح. مين اللجنه؟